هنتكلم فيه عن ايه هو الترند عموما وايه هي انواع الترندات، وهنحلل الترندات من وجهة نظر هل هي تستحق الشراء او لا، وايه فيها تايمليس او تبع الموضة الخالدة. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح، وازاي نلاقي الستايل بتاعنا، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وعن الهدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو ده. كنت عايزه اضيفه في الفيديو اللي فات، هيظهر لكم اللينك بتاعه في اي حته هنا، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، ولكن حسيت ان هو هيبقى كتير وكنت حابه ان انا اخليه لوحده علشان نتكلم فيه شويه، عشان لما نيجي نشتري نكون مركزين اكتر وعارفين احنا بنشتري ايه وبنضيف ايه لدولابنا، وايه اللي هيقعد معانا وايه اللي مش هيقعد. نبدا الموضوع من البدايه. ايه هو الترند؟ الترند عموما ملهوش معنى حرفي او ملهوش مصطلح حرفي كده، لكن احنا لو بحثنا عنها على جوجل معناها تطور او اتجاه عام لجماعه من الناس اتجاه شيء معين، زي بقى اتجاه في مثلا شكل لبسهم، اسلوبهم، سلوكهم، طريقه كلامهم، شكل شعرهم، شكل الميك اب بتاعهم. كل الحاجات دي تعتبر ترند او اتجاه للناس او الحاجه اللي بيعملها الناس في الوقت الحالي. دلوقتي هنخش في انواع، وهو 3 انواع: ماكرو ترند، كونسيومر ترند، مايكرو ترند. ماكرو ترند هي ترندات عمرها بيكون طويل من 5 ل 10 سنين، وبنسميها كمان الكلاسيك ترند. هي بتكون قطع صعب موضتها تروح او صعب موضتها تتغير، ممكن نعدل عليها نضيف فيها، ولكن بتفضل هي نفس الحاجه. زي مثلا القميص الابيض، اقدر ان انا اضيف له حاجات في اللياقه بتاعته، اقدر ان انا اعمله بافي سليفز، اقدر ان انا اوسعه من هنا، اعمله كروب، اعمله طويل، بس هو بيفضل في الاساس هو بردك القميص الابيض. زي السنيكر بردك مهما غيرنا فيه هيفضل هو البنطلون الهاي ويست مهما غيرنا القصات، ولكن هو بردك بنطلون هاي ويست. هي دي كلها قطع كلاسيك وتعتبر اساسيات بتاعه الدولاب. تاني ترند معانا هو الكونسيومر ترند، وده الترند يجي كل فتره ونقدر نفتكره بسهوله عادي. زي مثلا البنطلون اللو ويست كان في اوائل الالفينات وكلنا فاكرينه وكلنا عارفين ان هو كان موضه قبل كده. الترند معانا هو المايكرو ترند او الفات ترند، وده اسوأ انواع الترندات لانه مدته بتكون قصيره جدا، ممكن سنه او اقل. بيكون اساس الفاست فاشن او الموضه السريعه عموما، نشوفها عموما ونقول واو كده وننبهر بيها ونلبسها كلنا، وبعد كده خلاص نكرهها كلنا ونسيبها. بيرجع لانها مش بتكون بتلبي حاجه جماعه من الناس، يعني مش كلنا محتاجينها في حياتنا. هو ظهرت ولبسناها وخلاص مع السلامه انت يا بوحه. بقدر اديكوا عليه امثله كتير جدا، زي الطرحه او الباترون بتاعه عباد الشمس. هي انتشرت فتره وكلنا لبسناها في الطرح وكلنا لبسناها في الشنط، وبعد كده اختفت. زي مثلا القميص الكروات، انا لحد الان عندي قميص كروات انا ما بلبسوش، بس هو كان منتشر واتلبس في سيزون وبعد كده اتركن وكان لونه احمر، وانا حبيت اغير واجيب بامبي، بس هو برضك نفس الفكره انه مركون لانه ما كانش ستايلي اصلا. ممكن اديكم مثال حاليا البيزك بتاع بيبي جيرل اللي هو كلنا تقريبا شايفينه في الشارع وكل البنات لابساه تقريبا، برضو من الحاجات الترندي اللي هي ترند فتره وهتختفي. ودلوقتي بقى وقت التمرين، هنتمرن على الفيديو بتاع الترندات. لو محدش لسه شافه برضه هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس تقدروا تشوفوه. الترندات بتاعه الخريف والشتاء. هو غالبا الفيديو ده مش هتلاقوا فيه ترندات اللي هي فاد او الترندات اللي هي قصيره، لان انا اغلب الوقت بنقي الحاجات اللي هي ينفع ان احنا نلبسها او ويربل في حياتنا العاديه وفي يومنا العادي، وفي نفس الوقت تكون حاجات تقعد معانا فتره طويله. فغالبا هيكون بين كلاسيك ترند والكونسيومر ترند. اول حاجه معانا واكتر حاجه بحبها هي الترنش كوت. الترنش كوت يعتبر قطعه اساسيه كلاسيك مدتها مش بتروح، ودورنا على بنترست على اساسيات الهدوم في الشتاء او في الخريف هنلاقيه دايما موجود وهو ما بيبطلش. فعروض الازياء كان مال ان هم يعملوه شويه ستيتمنت زي الصور اللي هنزلها لكم كده، او زي الصور دي هنلاقي ان هو شكله متغير شويه، بحيث اللي هو ايه يعملوا حاجه جديده، يعني ان احنا عملنا حاجه جديده وكده. بس احنا لما نيجي نشتري بالذات لو احنا لسه ما عندناش الاساسيات بتاعه الدولاب بتاعتنا، نشتري الحاجه بشكلها الاساسي واحنا نغير فيها بالستايلينج. يعني معظم الحاجات دي اقدر ازودها بالاكسسوارز، ازودها بقطع هدوم زياده، اقدر انوع فيه براحتي. لما يبقى عندي الاساسي ممكن افكر ان انا اشتري حاجه زياده. في حاجه معانا هي البومبر جاكيت. البومبر جاكيت يعتبر كونسيومر ترند لانه كل فتره بيظهر ويختفي. يعني انا فاكره ان هو كان ترندي ايام وانا في الثانوي. هل هو عملي؟ هل هو يستحق الشراء؟ انا شايفه ان هو يستحق الشراء، بالذات في السن بتاع المراهقين وسن الكليه. بحس ان هو حلو جدا وبيبقى عملي وسهل ان احنا نعمل له ستايلينج. ثالث حاجه هي الليزر جاكيت. الجلد عموما من الحاجات اللي هي دايما تايمليس، يعني كلنا تقريبا ابهاتنا كان عندها جواكت جلد بشكل معين، الشكل الفانتج ده او الشكل ده يعتبر بقى فانتج دلوقتي. كلنا عندنا جواكت جلد، كلنا حاليا اكيد عندنا بنطلونات او جيبات جلد لانها كانت ترندي بقالها فتره طويله. فهو حاجه تعتبر كلاسيك، بس القصه هي اللي بتختلف او
الشكل اللي احنا مختارينه هو اللي بيختلف، هو اللي يخلينا ترند ولا مش ترند. يعني مثلا انا شايفه دلوقتي منتشره الباكت هات الجلد، انا كنت جايباها من سنه، بس هي ممكن حاليا اللي هو تتلبس السنه دي وبعد كده السنه الجايه خلاص، فدي حاجه هتبقى ترندي. الموضوع كله على حسب القطعه اللي انا بختارها وعلى حسب الديزاين بتاعها. فلو انا عايزه حاجه تايمليس فهختار مثلا تكون جاكيت، الموتو جاكيت من الحاجات الكلاسيك، ما بتبطلش، وحتى لو لبستها في اي وقت بتضيف للاوتفيت اللي انا لابساه. ممكن برضك اختار حاجه فانتج زي كده، هتكون مختلفه عن الحاجات اللي موجوده في السوق جدا، وهيكون فيها شيء من الستايل بتاعي انا كشخص. ممكن ادمج البومبر جاكيت مع الليزر واجيب بومبر جلد، فهيكون برضك مختلف وحاجه مختلفه مش زي اللي موجوده في السوق عموما. الروب كود بالنسبه لي هو بيلعب بين البنين، يعني هو ممكن يكون كلاسيك لشخص، يعني مثلا في اشخاص معينه ممكن تحب ان هي تلبسه على طول، ممكن يكون اساسي بالنسبه لها، واشخاص لا. بس هو في الاساس برضك كونسيومر، لان هو كان نازل من كام سنه ورجع تاني، واحنا على طول بنلف في دايره كده بالنسبه للفاشن كده. يعني قاعده اوريكم برضك في الموضوع ده واقول لكم احنا ليه بنلف في دوائر. اول حاجه معانا هي الفرو. الفرو برضك زي ما اتكلمنا على فكره الجلد، هو برضك حاجه كخامه تعتبر تايمليس، يعني تقريبا كلنا بيبقى الجواكت بتاعتنا فيها فرو، تقريبا كلنا عندنا ان احنا اشترينا حاجه فرو، بس الديزاين بتاعها هو اللي بيحدد الموضوع. يعني هي لو هي فرو اوفر زي الصوره اللي نزلها لكم وماله ان هي ستيتمنت، فدي بتبقى ترند، وممكن بعد كده انا لو ده الستايل بتاعي هتبقى قطع ستيتمنت في دولابي. انما انا لو مش الستايل بتاعي وانا شاريها عشان هي موضه، فكده هبقى بالنسبه لي هركنها. بس اللي نازل عندنا هنا اكتر واللي منتشر في كل المحلات كل ما بنزل بشوفه هو الفرو التيدي، او اللي هو العام شبه بتاع الدباديب، او العام شبه بتاع الخرفان كده. هنزل لكم صور بيه. هو بردك حاجه تعتبر ترندي وهتنتشر السيزون ده، وممكن بعد كده تقل وتختفي، هنلاقي ناس معينه اللي لابساها اللي هي على ستايلها شبهي كده. انا حاسه ان ده حاجه جيرلي شويه، فحاسه ان هي تبع ستايلي قوي. انا حد لسه ما اشتريتش حاجه معينه، لان انا ما لقيتش الحاجه اللي اقدر اقول عليها ديزاين مميز، فاقدر اسيبه في الدولاب عادي عشان ما اشتريش حاجه واركنها. لكن احنا لو عايزين نشتري حاجه زي كده وده الستايل بتاعنا واحنا واثقين، يبقى نشتري حاجه تكون رايقه على الشيب بتاعنا. يعني انا شفت الجاكيت ده وكنت هشتريه، بس انا ما اشتريتوش عشان حسيت اللي هو مديني وزني زياده على وزني، او مش عارفه مش رايق معايا، فحاسه ان انا محتاجه ان انا اجيب حاجه كروب تكون على البنطلون الجينز. حاسه ان هي هتبقى احلى بالنسبه لي، بالذات ان هي هتعمل توازن مع الشيب بتاعي، ان انا ارفع من فوق واتخن من تحت. فحاسه ان ده بالنسبه لي هو اللي هيبقى الحاجه المثاليه ان انا اقدر اشيلها في الدولاب براحتي. فالموضوع بيتوقف عليا انا كشخص وعلى الديزاين اللي هختاره. يعني في ديزاينات زي كده، مثلا الديزاينات اللي هنزلها لكم دي هنلاقي ان داخل فيها جينز، داخل فيها جلد، ده يخليها حاجه مختلفه، وبعد كده لما البسها مش هحس اللي هو ده انا كنت جايباها وقت الترند وهي نفس شكل الترند بالظبط، فهركنها. لان كل اللي في السوق حرفيا، كل اللي في المحلات شكل واحد، يعني كلها نفس الخامه وكلها شكل واحد، ومش فاهمه ليه الواحد يعمل تيدي لونه اورنج، يعني ليه اجيب جاكيت لونه اورنج؟ مش مدركه الموضوع. يعني اغلب الوقت مثلا هو الاساسي بتاعه اللي هو البيج، البيج الغامق، ممكن ابيض، ممكن برضك اسود، انا شفت اسود، بس اللي هو الاورنج ده مش طبيعي خالص. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها. العيله دي بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها، نكون شيك بس اون بادجت. لو انتم مهتمين بالمحتوى دوت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم علشان القناه تكبر بسرعه، علشان يبقى عندي حماس اكتر ان انا اعمل لكم محتوى اكتر. يعني الجزء بتاع البنطلونات، الكارجو بانتس هو اساسي كونسيومر، لانه كل فتره برضك بيظهر ويختفي. انا واحد زمان ايام الابتدائي كنت بلبسه على طول، بس غالبا هو ترند برضك الفتره دي، وهيكمل بقى على حسب الناس احتاجته ولا لا، على حسب الناس حبته ولا لا. انا شايفه ان هو حلو وعملي وقطعه كاجوال قوي، لو حد بيحب الكاجوال طبعا بيليق على السويت شيرتات جدا وعلى الهوديز. فحاسه ان هو حلو ومناسب لو احنا رايحين كليه، لو احنا في مرحله الدروس وكده. بس انا بالنسبه لي كشخص لما قسته ما حسيتوش عليا قوي، علشان فكره الجيوب بتعمل زيادة في الوزن من تحت كده، بالنسبه لي مش انسب حاجه. وفي نفس الوقت مش حاسه ان انا عندي هدوم كاجوال قوي كده، او انا عشان ما عنديش سويت شيرتات فحاسه ان انا ما عنديش حاجه البسها عليه. لكن هو لطيف ويستحق الشراء، بس برضو على حسب الستايل بتاعكم ايه. بالنسبه بقى للقصتين الباقيين، الوايد ليج والفلير بانس او البنطلون الشارلستون، فده برضك هي حاليا الشارلستون شايفه ان هو ترند ومنتشر جدا في المحلات. شفته كتير قوي وبالوان ياما وبخامات مختلفه. بس انا حاسه اللي هما يعني حاليا اللي هي دي فتره ترند وكل الناس هتلبسها، وبعد كده بقى الموضوع هيتوقف على حسب كل شخص وجسمه. يعني مثلا الوايد ليج انا دلوقتي بحس ان مش كل الناس بتفضله ومش كل الناس بقت حباه، في ناس بتلبسه وفي ناس لا. انا بالنسبه لي بحس ان هو اساسي، انا بالنسبه لي حتى لو مبقاش حد بيلبسه فانا هحب البسه، لانه بينفعني في الستايلينج. يعني في حاجات بحس ان هي بتاثرني في وقت ما البس عليها وايد ليج
هيديني طول في رجلي مع الكوتشي اللي هلبسه بالكعب اللي فيه، فهيطولني. فهو بالنسبه لي اساسي بالذات في الفتره اللي جايه في الشتاء، علشان البلطات والحاجات دي بتبقى محتاجه طول. فالموضوع متوقف على حسب كل شخص، على حسب الستايل بتاعه وشكل الجسم بتاعه. عشان كده دايما بقول لكم، يعني انا هعيدها كتير قوي، واحنا بنشتري الترند نركز هل الترند ده كلاسيك، الترند ده هيقعد قد ايه لو مش هو كلاسيك، هل انا بحبه وماشي مع الستايل بتاعي، فلو هو مش ترند انا هلبسه عادي. واهم حاجه في الموضوع ان هو يكون ماشي مع الشيب بتاعي، ماشي مع القطع اللي في دولابي. لان هو لو مش ماشي مع الشيب بتاعي ده هيعقدني انا نفسيا، وهيجيب لي كده اللي هو ايه، في حاجه في السوق الناس كلها لابساها وانا مش عارفه البسها، فهيجيب لي عقده نفسيه. انما انا لو مدركه الموضوع عادي، هما يلبسوا براحتهم، كل واحد يلبس اللي يناسب جسمه، وانا كمان البس اللي يناسب جسمي واللي يناسب شخصيتي واللي يناسب الدولاب بتاعي، عشان ما اجيبش حاجه واركنها كده لوحديها من غير ما ادمجها مع الباقي. حاجه ضفناها في الموضوع كان الشوزات، وكان الالوان. لون الفوشيا طبعا ترندي، مش كل الناس هتحب الفوشيا ومش كل الناس اصلا مقتنعه بيه. انا شفته في محلات منزلاه وفي محلات لا، بس هو موجود برضو. وانا كشخص اللي هو ممكن اضيفه في الدولاب، بس برضك مش اللون اللي احبه، لان انا بحب الاصفر ده اساسي بالنسبه لي. فالاجز فيها، الاجز اكيد اكيد فات ترند يعني، او مايكرو ترند، اللي هو حاجه هتنتشر الشتا دوت وبعد كده هتختفي ومش هتبقى موجوده. هي برضك كانت نازله زمان وانا في الاعدادي، بس كان نازل البوتس منها وكانت منتشره وناس ياما لبستها، وبعد كده بقت منتشره في كل مكان ورخيصه وغاليه ومش عارفه ايه. بس انا ما بتجيش معايا سكه خالص الصراحه، ومش حاساها ان هي تستحق الشراء، الا لو كانت هي على ستايلكم طبعا زي ما قلنا. بس هي كانت ما تستحقش الشراء لانها مش بتضيف للاوتفيت حاجه، يعني هي مش بتخليه شيك، مش بتخليه قايم، مش بتخليه كلاسيك. فكل الحاجات دي اللي هي ايه بتسقطه، بالذات ان هي بالنسبه دايما بتفكرني باللكاليك والسليبرز بتاعت البيت. اخر حاجه هي اللوفرز والني هاي بوتس. طبعا البوتس اساسي بالنسبه لكل الناس تقريبا ما عدا انا، لحد الان ما لقيتش البوت اللي يناسبني واللي اقدر اقول ان هو نافع مع شكل رجلي، علشان انا رجلي كلها مقلبظه فمش بيليق معاها حوار البوت خالص. وكمان مش بحتاجه، ان انا مش بلبس جيبات قوي ومش بلبس فساتين قوي، لحد الان مش لاقيه نفسي في الحوارات دي. فانا بالنسبه لي اللوفرز هي الاساسيه، بس برضك في ناس مش بتحبها وفي ناس مش بتقتنع بيها، لكن هي حاجه كلاسيك ما بنختلفش عليها. مهما لبستيها اي وقت، هاتيها اي وقت، هتبقى بردك كلاسيك وهتضيف للاوتفيت اللي انتي لابساه. وبردك البوتس طبعا اساسي، مش محتاجين نتكلم عنها. بس التجربه دي وكل الكلام ده ان انتي تكوني مدركه انتي بتضيفي ايه لدولابك وايه اللي بتشتريه. دايما الفاست فاشن وشركات الملابس عموما عايزانا دايما نشتري، يعني دايما اللي هو ايه، اشتري الحاجه ديت ودي ترندي وكله لابسها وانتشرت على التيك توك وعلى انستجرام ومش عارفه فين وفين، فتلاقي نفسك اشتريتيها وبعد كده تكتشفي ان هي لا دي مش رايقه معايا، لا دي مش مثلا لون بحبه، لا ده مثلا خلاص انا مش عايزاه. وتيجي بعدها السيزون اللي بعده، او تيجي مثلا اشترينا في الشتاء نيجي الشتاء اللي بعده هتلاقي ان كل الحاجات دي بقت اوت اوف ستايل، يعني ما بقاش حد بيلبسها. وهتلاقي ان انت مثلا لو لبستيها هتبقي لوحدك كده لابساها، فتحسي اللي هو لا انا هرميها واجيب غيرها. فده دايما بيعمل لنا مشكله ان احنا ما عندناش هدوم، وان احنا بنستهلك اكتر وبنخلي الشركات دي تعمل اكتر وفلوس ضايعه على الفاضي، ودولاب ضعيف مش بيخدم اي احتياجات احنا عايزينها ومش بيبقى موجود اساسا. انت لما تبقي عارفه مثلا نوع الترند ده ايه وتبصي للقطعه كده تقولي اه ده كلاسيك ده هشتريه، اه دي مثلا كونسيومر بس مثلا هي عجباني وعلى ستايلي فهشتريها، اه مثلا ده عارفه ان هو ترند سريع سريع كده وهيخلص بس انا بحبه وعايزاه وهلبسه بعدين. فهو ده اللي هيخلي عندك دولاب مبني صح، ودولاب مش هتلاقي نفسك مستهلكه مع الوقت، وهتلاقي ان كل القطع عندك شغاله مع بعضيها وكلها بتحبيها لانها لايقه على بعض ولانها لايقه مع الشيب بتاعك. انا مثلا في الفيست مثلا كان نازل ترند، اللي انا لابساه دوت كان نازل ترند من سنتين تقريبا او من ايام الكورونا وهو ترند، وبعد كده دلوقتي بدأ يختفي. هتلاقي ناس معينه بس هي اللي بتلبسه علشان دي ناس بتحبه، يعني انا كشخص انا بحبه اصلا وبدور عليه، وبدور على واحد اشتريه صوف يكون شكله قايم كده وتشانكي شويه، علشان انا حاسه ان هو اضافه للاوتفيت وحاجه سهل ان انا البسها تحت الهدوم ومش هتكلكعني وانا لابسه في الدراعات والجو دوت. فالموضوع ايه فارق معايا في الستايلينج. وفي برضو البلوزه البيضه ديت هنزل لكم الصوره بتاعتها، دي كانت بكولا، والكولا دي كانت نازله ايام الكورونا كانت ترندي، وانا شفتها ايام الكورونا بس في الاخر اشتريت جامب سوت تانية كانت نازله ترند. عايزه اقول لكم ان الجامب سوت دلوقتي مركونه بالنسبه لي، مع انها ماشيه مع الشيب بتاعي وحلوه، بس انا بالنسبه لي مش عمليه لان انا مش بقدر استايلها باكتر من طريقه. بينما البلوزه البيضه دي انا اشتريتها بعديها بسنه من المستعمل، بس انا بحبها جدا وبلبسها على طول، وبحس ان هي من الحاجات القيمه اللي في دولابي. وده بيرجع لانها لونها اساسي، وفي نفس الوقت على الستايل بتاعي فيها شيء من الجيرلي شويه. وطبعا الكولا الشغل اللي فوق دوت الكولا اللي فيها والبافي سليفز
مخلياها بتعمل توازن في جسمي لما بلبسها على بنطلون، فهي رايقه جدا مع الشيب بتاعي. دي امثله، وكل دي حاجات كنت عايزه اضيفها، وعشان كده عملت لها فيديو مخصوص عشان دايما تكونوا مركزين وانتوا بتشتروا، ويكون عندكم احلى واكيت واجمل دولاب، ويكون بردك اون بادجت. ما يكونش مثلا كل سنه محتاجه بملايين الفلوس هدوم، لا انا اكون محتاجه حاجات بسيطه. يعني مثلا أنا لو عندي كل الاساسيات هحتاج ان انا اضيف كل سيزون حاجه بسيطه، اضيف حاجه مثلا تجدد لي الدولاب، اضيف مثلا حاجه اللي هو ايه عشان انا زهقت مثلا فاضيف حاجه جديده. كل الموضوع ده بيفرق في النهايه في نفسيتنا، وبيفرق في شكلنا، وبيفرق في جيبنا، وبيفرق في طلبنا. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس، وتشيروا الفيديو لاصحابكم المهتمين علشان القناه تكبر بسرعه وتعم الفايده وكده يعني.